مساء الخير وأكيدو بريخو بالنسبة للمحتفلين من إخواننا السريان والكلدان والآشورين وغيرهم، ومرحبا بكم أينما كنتم مشاهدي طيب تي في الأكارم. في حلقة هذه الليلة من برنامجكم حواراتنا سنناقش موضوعا هاما وفي غاية الدقة والتعقيدات السياسية، ألا وهي سوريا والصراع الدولي عليها، والتي يعزو غالبية الساسة السوريين وحتى بعض المفكرين العرب بأنها السبب الرئيسي والأوحد تقريبا في ديمومة أزمتها ومأساتها الكارثية، حيث يعتبرونها بأنها سوريا أصبحت كحلبة مصارعة دولية يتنافس فيها وعليها معظم الدول الإقليمية والعالمية الكبرى، سواء بشكل مباشر يعني عبر الاحتلالات أو عبر مرتزقتها المحليين والأجانب. فهل ذلك يعود لأهميتها التاريخية أو الجغرافية أو السياسية أم إلى ذلك كله، أو هناك أسباب أخرى يا أحبائي الأفاضل، والتي سنعرفها ونناقشها في هذه الليلة مع ضيفينا العزيزين، السياسي الأستاذ جان عنتر، وهو من مواليد قامشلو وخريج إدارة واقتصاد، والآن مقيم ومواطن بألمانيا منذ عام 1970، وعضو مؤسس للتحالف الديمقراطي السوري، وعضو بالمجلس الوطني السرياني، ومشارك بعدة اجتماعات تنسيقية وتكوينية للمعارضة السورية بالخارج. ما بعرف إذا أستاذ جان عنتر معنا ولا لا. دخل على الاستوديو، كان في هناك إشكالية فنية عنده للدخول إلى الاستوديو.
لريثما يدخل نرحب بالأستاذ جان عنتر، كما نرحب بالسياسي الكردي المعروف الأستاذ مصطفى جمعة، وهو سياسي كردي سوري معروف من مواليد مدينة كوباني، وكان سكرتير سابق لحزب الاتحاد الشعبي وآزادي الكردي بسوريا، والآن عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني فدكسة. أهلا وسهلا بك أستاذ مصطفى جمعة، نورتنا. أهلا بك أستاذ مصطفى، لو نبدأ معك لريثما يدخل الأستاذ جان عنتر. غالبية المفكرين العرب والساسة السوريين يعتبرون أن الأزمة السورية سببها التدخلات الدولية والمطامع الدولية في سوريا، هل ذلك صحيح؟ ليس تماما. يعني الأزمة السورية أزمة برأيي أزمة بنيوية قبل ما تكون أزمة يعني حصيلة تدخلات أو حصيلة نظام استبدادي ديكتاتوري لم يعطي يوما الحريات للشعب السوري. يعني سوريا دولة مهمة، موقعها استراتيجي، تقع على حدود إسرائيل، على حدود العراق، حدود تركيا، وعلى البحر المتوسط. يعني سوريا لها خصوصية استراتيجية مهمة بالنسبة للدول الكبيرة وحتى يعني دول الجيران أيضا. لذلك يعني مجرد توصيف الوضع وكأنه نتيجة تدخلات خارجية برأيي غير دقيق. سوريا يعني لم تأخذ يوما يعني بحقائق الأمور كما هي. سوريا دولة مركبة، دولة تتكون من عدة قوميات، يعني بشكل رئيسي من القوميتين الكردية يعني قوميتين رئيسيتين، وهناك مجموعة من القوميات الأخرى، وهناك 6 يعني أديان ومذاهب أيضا في سوريا. إذن سوريا لها واقع يعني يحتاج إلى معالجة ليس فقط بالتدخل الخارجي. يعني أساسا ليش الأزمة السورية استفحلت وليش يعني الشعب السوري قام بثورته ضد هذا النظام؟ إذن هناك مسألة أخرى، هناك يعني أساسيات لحق الشعب السوري بكل مكوناته في يعني في المطالبة بحقه في الحرية، في يعني في الأمن، في الاطمئنان، في كيفية إدارة شؤونه بدون تدخل الأجهزة الأمنية. فسوريا هذه يعني دولة حقيقة يعني كان لازم تحل مشاكلها قبل ما يعني يصير في فتح للمجال أمام يعني دول الجيران أو دول الكبيرة أو دول الخارجية، يعني لحتى تعطي المبرر لنفسها في التدخل في الشأن السوري. فعدم يعني إقدام النظام خلال أكثر من 40 سنة عفوا خلال أكثر من 40 سنة دون معالجة أي مشكلة. يعني دائما النظام اعتبر نفسه يعني هو مسيطر، أكيد مسيطر، بس يعني يعتقد أنه هو على الصواب هذا طول والشعب على غلط. حقوق يعني المكونات مسألة ثانوية بالنسبة للنظام الشوفيني البعثي. يعني فرض حالة مركبة من الفكر القوموي العربي على إسلامي، وجعلوا من سوريا دولة عربية، رغم أنه سوريا تاريخيا لم تكن في أي يوم من الأيام أنه دولة عربية، لم تكن دولة عربية سوريا، والآن أيضا ليست دولة عربية.
سوريا دولة مركبة من عدد من القوميات الموجودة في سوريا ووجودها تاريخي. يعني الشعب الكردي موجود في سوريا كامتداد للكردستان الكبرى، يعني جزء كردستاني موجود داخل سوريا. الشعب السرياني الآشوري يعني امتداده في التاريخ يعني لا يحتاج إلى نقاش أساسا. فهيك دولة كان مفروض النظام السياسي في هذه الدولة يقوم يعني بحل إشكاليات الموجودة في البنية الأساسية للدولة السورية. يؤسف أنه هذا النظام لم يقدم ولا يوم باتجاه حل ما. كل ما هنالك يعني كان النظام يستدعي القيادات السياسية إن كانت عربية أو كردية أو سريانية، يحاول يعني بالضغط والإكراه أنه يسكتوا، ما حدا يطالب بشيء، لحتى يعني انفجر الوضع بعد أكثر من 40 سنة من نظام حزب البعث. انفجر الشعب السوري وطالب بإسقاط هذا النظام. يؤسف أنه يعني نتيجة يعني مصالح بعض الدول، نتيجة أجندات خارجية، الثورة السورية يعني وصلوها إلى حالة الفشل الآن. يعني برأيك نعم، برأيك يعني فقدان الحكم الرشيد يعني سبب رئيسي مع المطامع الخارجية؟ هلا بالتأكيد فقدان الحكم الرشيد يؤدي إلى يعني أنه الشعب يسور ضد هذا النظام، كونه غير رشيد، كونه غير ملتزم بالدستور اللي هو وضعه. الدستور السوري يعني إذا بتقرأه يعني بتلاقي فيه إيجابيات، فيه مسائل مهمة، وفي يعني إعاقات أيضا بالنسبة للتطور المستقبلي لسوريا، كأنه حزب البعث قائد الدولة والمجتمع. يعني بعد يعني المسائل الأساسية طبعا الدستور يعني يسيء في هذا المجال يعني بالنسبة للشعب. لكن بشكل عام سوريا لو تم إدارتها وفق يعني مبادئ حقوق الإنسان، وفق المواثيق الدولية، يعني على أساس أنه ينبنى ديمقراطية مقبولة، ديمقراطية توافقية، يعني ما كان أدى إلى هذا الوضع اللي عم نعيشه الآن. يعني سوريا كان ممكن تحل مشكلتها من البداية بتصرف رشيد، يعني بمحاولة لحل إشكاليات الموجودة في الساحة السورية. وكان ممكن ما تصير ثورة، كان ممكن يعني وضع سوري يكون أفضل هلا. لكن بغياب كل هالمسائل طبيعي يعني وقت أي دولة بيكون في حالة قائمة داخلية، في صراع داخلي، في يعني حقوق المكونات معدومة، يعني يفتح الباب أمام تدخلات خارجية. والتدخلات الخارجية يعني كل دولة لها مصالح، لها أجندات خاصة فيها، فتحاول تنفذ أو تستفيد من هذا الوضع وفق مصالحها الخاصة، مو وفق مصالح الشعب السوري. ولذلك يعني الأزمة السورية طالت يعني بعد 10 سنوات لا زلنا نعاني أو نتبنى كيف ممكن يحل هذه الأزمة. برأيي يعني الوضع السوري حتى الآن غير قابل لأي حل سياسي، مو فقط لأن هناك تدخلات دولية. سنأتي إلى ذلك يا أستاذ مصطفى، ولكن هناك قاعدة تقول المقدمات الخاطئة تؤدي إلى نتائج خاطئة. سوريا والعراق والدول العديدة تأسست وفق معاهدة سايكس-بيكو الاستعمارية، التي العرب يقولونها استعمارية قبل الكرد والمكونات الأخرى، ولكن حينما يتعلق الأمر بحقوق الآخرين يتمسكون بسايكس-بيكو. إذن يعني تكوين سوريا بحدودها الجغرافية الراهنة، بحدود يعني سوريا الراهنة إجمالا تكوينها كان غلط.
فهذه هل ندفع نحن الشعب نتيجة التكوين الخطأ هذه الضحايا هذه الآلام؟ لأنه بالبداية يعني وقت قامت سوريا وفق معاهدة استعمارية، والاستعمار لا يهتم، معروف أنه لا يهتم بحقوق الشعوب وحريتهم. يعني هو بالتأكيد اتفاقية سايكس-بيكو و يعني الاتفاقيات الأخرى الخاصة بالشرق الأوسط أو ما سمي سابقا بالمسألة الشرقية، يعني يؤسف أنه الأخوة العرب يحاربون سايكس-بيكو ويعتبرون أنه سايكس-بيكو قسم يعني المنطقة العربية إلى عدة دول. بس لما يعني الأمور تتعلق بالوضع الكردي فيقبل الحق الكردي يضيع هنا. هذا يعني غلط سياسي يعني من المثقفين ومن النظام العربي الرسمي تجاه يعني امور المنطقه وامور يعني تكوينات هذه الدول بشكل الغلط. سوريا يعني انا حسب معرفتي بالتاريخ سوريا لم تكن يوما دوله عربيه، يعني في العهد الأموي فقط بحدود 92 سنة حكم العرب. بعد هذه الفترة كل الحكم بسوريا إلى يعني مرحلة الاستقلال بالنسبة لسوريا كل هال1000 سنة و1000 وكذا يعني 200 سنة 300 سنة كان يحكمها سوريا، كان يحكمها الكرد والتركمان بشكل خاص. الكرد والتركمان يعني العرب ما حكموا مطلقا. هلا سوريا يعني ما ممكن تصير دولة عربية بمجرد يعني بجرة قلم انه تكتب انه سوريا اسمها جمهورية عربية سورية. ما صارت سوريا دولة عربية، ما بتصير جمهورية عربية سورية. كان اسمها يعني لسنة 53 كان اسمها الجمهورية السورية. يعني وقت اللي كنا نجتمع بالشام مع المعارضة يعني معظم قيادات المعارضة هذيك الايام يعني اللي اخذين شهاداتهم من عهد الدولة يعني الوطنية السورية، تلاقي جمهورية سورية مو جمهورية عربية سورية. فكرة العروبة يعني ولكنهم الآن يرفضون حتى يعني هيئة ائتلاف يعني ائتلاف هيئة الائتلاف ترفض حتى التخلي عن اسم الجمهورية العربية السورية، والتي أنت وحزبكم مشارك عضو بهذا الائتلاف. يعني يرفضون تغيير اسم الجمهورية إلى الجمهورية السورية رغم أنهم كما قلت يحملون شهادات عليا من الجامعات باسم الجمهورية السورية. فلماذا المعارضة انقلبت على ذاتها؟ لماذا كانت في ربيع دمشق في إعلان دمشق كانوا يطالبون بالتغيير الجذري لهيكل الحكم للنظام للكل؟ لماذا هذا الانقلاب برأيك عند المعارضة؟ يعني على وجود المجلس الوطني الكردي في الائتلاف مو معناته يعني المجلس قبلان بتوجهات الائتلاف، والمجلس موجود هناك لأسباب سياسية عبر الائتلاف يعني يشارك في السياسية العليا. أنا برأيي الموضوع لا تعالج بهذا الشكل. سوريا يعني النظام عم بيرفض تغيير اسم الدولة، المعارضة عم ترفض، يعني كل الأخوة يعني من العرب خاصة المتأسلمين الآن، ويعني صفة الإسلام طاغي الآن على يعني معظم المعارضات السورية. لذلك يعني المشهد السوري العام على المشهد السوري العام. نعم بشكل عام يعني معظم الناس ما عندها ثقافة، وهي مشكلة يعني مشكلة بنيوية يعني لها عمر حقيقة. برأيي يعني الوضع السوري لحتى يكون قابل لحل
يجب أن يكون هناك يعني تغييرات في البنية الفكرية عند يعني شخصيات المعارضة حتى داخل النظام، يعني يتم قبول عام الوضع السوري من الشعب السوري، من المعارضة، من السياسيين، يعني حتى من تأثيرات الدول الخارجية على الوضع السوري، انه هي سوريا معروفة يعني مو دولة عربية. يعني عدد انا يعني عندي تأكيد في هذا الموضوع، وممكن الواحد يرجع للوثائق ولا يعني المسائل التاريخية. أكثرية الشعب السوري أكثرية كردية، 55-60% يعني من الشعب السوري أصولها كردية. إذا كان هلا 4-5 ملايين بيحكوا بالكردي، بس يعرفوا يعني بشكل خاص في ال 200 سنة الأخرينيات. يعني إذا سوريا ممكن تذكر شيء مصدر، ممكن تذكر شيء مصدر، شيء كتاب بيأكد هذه النسبة؟ طبعا يعني انا بدي افتح واجيب، يعني قبل ساعتين بعدني عم بشوف يعني مثلا بالنسبه للجزيره كان عدد، يعني هذا ايام الفرنسيين وقت كانوا بسوريا، في احصاء يعني هن عملوا، فنسبه الكرد في الجزيره كان 51%، العرب 90%، والباقي مكونات اخرى. هاي يعني مثال ممكن تعميمه على الأخرى أيضا. يعني تجي على مثلا شكر القوات اللي بيطلع معك كردي، بتجي محمد علي، كلهم رؤساء يعني لسوريا بتلاقيه كردي، حسني البرازي كردي، يعني فوزي سلو وآخرين يعني يكون يوما عربية. سوريا دولة تكونت يعني هذه الحدود، يعني بالنسبة للدول يعني تم اقتطاع جزء من كردستان ألحق بسوريا، تم إلحاق جزء آخر بتركيا، جزء بالعراق، جزء بإيران. ويعني بالنسبة للإخوان الآخرين أيضا المكونات الأخرى ضاعت الحقوق يعني بين كل هالمجموعات، عفوا يعني ضاعت حقوق هالمجموعات في معمعة يعني الصراع على سوريا أو في سوريا. الآن يؤخذ بطريقة صحيحة، ما ممكن لا يصير حل سياسي ولا يعني ولا حدا بيحصل على حقوقه إلا كأمر واقع مثل ما هو موجود الآن. إدلب بتلاقي له وضع خاص، شرق الفرات له وضع خاص، عفرين يعني احتلت، سريكاني احتلت، مناطق خاضعة لسيطرة النظام. نعم، أنت عم تحكي عن الأقليات في سوريا، إن كانت قومية مثل السريان، الكلدان، الأشور، بعض العائلات التركمانية، إن كانت أقليات دينية كالإخوة المسيحيين والدروز والموحدون، وحتى الإيزيديين اللي هم جزء أساسي من القومية الكردية. ولكن بشار بقاؤه، هناك من يعزو ديمومة سلطة بشار بأنه حامي للأقليات، ما تعليقك على ذلك؟ ليس حامل الأقليات ولا شيء، ويعني كمثال يعني على أنه ليس حاميا للأقليات، آخر مرسوم طلع من بشار الأسد بإلحاق الإيزيديين يعني بالإسلام السني. يعني كيف ممكن هو حامي ويلحق يعني جهة هي منها عربية وجهة دينية لها امتداد في التاريخ لكذا ألف سنة، يعني دين موجود في الشرق الأوسط
في سوريا، في العراق، في يعني بين الشعب الكردي، حتى في يعني في شمال كردستان، حتى في شرق كردستان. يعني اليزيدية الدين موجود عبر آلاف السنين. بيجي بشار الأسد يعني بيلحقوا يعني بالإسلام السني. كيف ممكن يعني انه هو حامي الاقليات؟ هاي كلها كذب بكذب. بشار الاسد وهاي يعني هذا المنحى السياسي اللي يعني نظام بشار الاسد ووالده يعني استنادا على انه حزب البعث هو الحاكم، ف يعني فسدوا في سوريا، وجعلوا من سوريا دوله مثل ما نلاحظها الان، انه واقعه في ازمه ما ممكن ايجاد حل حتى الان، مع انه انعقد كذا جنيف، يعني صار في احتلالات، صار في تدخلات، يعني الدول الكبيره مشغوله بالوضع السوري، الاتحاد الاوروبي، امريكا، روسيا، ايران، تركيا. مع ذلك يعني لا يمكن حتى الان ايجاد حل. معظم الحلول المطروحه تحاول العوده الى يعني الدوله السوريه كدوله تبقى مثل ما هي، دون يعني يحكى احيانا يعني بحقوق المكونات، لكن بشكل عام حتى هذه اللحظه ما في توجه سياسي لحل اساسي يعني لمشكلات الداخل السوري. ولذلك يعني بتلاقي حتى الان غير قابله لاي حل سياسي، بسبب يعني لا يعني ليس هناك توجه لا دوليا ولا من جانب نظام بشار الاسد ولا من جانب المتدخلين في الوضع السوري. سناتي الى هذا الموضوع، بس ولكن هنا يتساءل المواطن السوري عن انه بشار الاسد حمل علويين طوال العائله الاسديه، وتحديدا طوال فتره حكمه منذ عام 70 للان، انه حمل العلويون من بطش السنه والارهاب السني كما يشاع من قبل بعض شيوخ وازلام السلطه العلويه. ما نقول السلطه العلويه، ولكن هم يقولون على ذلك. هلا اذا انا وياك لحالنا ليش ما بنحكي كردي؟ لا، في استاذ جان يعني بده يدخل هلا، ما يا ريت كنا نحكي كردي، برنامج باللغه العربيه حواراتنا. المؤسف انه الحكي اللي حكيناه زلمه ما سمع، يعني هلا بده يحكي من عنده، هو كمان بده يحكي هيك يعني مداخله. مساء الخير. مساء الخير. اهلا وسهلا فيك. نعتذر على التاخر، وللاسف جدا جدا كان عندنا شويه مشاكل بالكمبيوتر. مش مشكله. اهلا وسهلا فيك، والحمد لله هاي جيت. نعطيك المجال اذا هيك، انا صار لي نص ساعه عم بحكي. نورتنا استاذ جان، واكيد بريخو علينا وعليكم. تسلم استاذ جان. الموضوع الحلقه اذا كنت تسمعني ما بعرف، لا هو عن سوريا والصراع الدولي عليها. فالسؤال لك يعني حبذا لو نعرف المشاهدين بلمحة موجزة عن سوريا التاريخية والراهنة جغرافيا وسياسيا، وهل ذلك شكل أو تشكل حوافز للتدخلات الخارجية وزعزعة أمنها واستقرارها؟ سيد سليمان، سوريا ليست منذ الأمس، سوريا لها 8000 سنة وهي موجودة. أنا قلت تاريخيا، أنت ما انتبهت على المقدمة أنا ذكرت أن سوريا يعني هناك من يقول أن السبب الخارجي التدخلات الخارجية، ولكن هناك من يقول لا، التكوين الخطأ لسوريا، التأسيس الخطأ اللي صار وفق سيكس بيكو، تهميش حقوق الآخرين، كل الحقوق يعني. فهل توافقهم أم أنه هناك يعني العامل التاريخي والجغرافي، يعني خيرات سوريا، نعم سوريا سبب تدخلات الدولية؟ تفضل. سوريا بعد الانتداب الفرنسي كل شيء إذا لم يأخذ طريقه صحيح بيتهموا التهم كله على الاستعمار الفرنسي.
الاستعمار الفرنسي والاستعمار الانجليزي هو اللي تسبب في كل مشاكل الامه العربيه، وليست منذ الامس، منذ حوالي 60 سنه 70 سنه. لذلك بالنسبه لهم هذا الشيء نوع من العذر اللي هن على اساس فشل العمل الذي لم يقوموا به من اجل بلدانهم ولا من اجل شعوبهم. سوريا ليست فقط اللي كانت هي الان موجوده، سوريا هي سوريا الكبرى. سوريا موجوده من في مثل ما تفضلت بالتاريخ كما تكلمت عنها. ليس هناك اي اسباب تعترض على لماذا وقف، لماذا التطور بهالمنطقه هذه لم ياتي بما يستاهل. المفروض ان تكون المنطقه هي هذه افضل من اي منطقه اخرى. ليش؟ لانه عندك التاريخ القديم وعطاءاتها بالحضاره وعطاءاتها بالتاريخ يدل على اساس انه هناك ناس وحضر بهذه المنطقه قادرين على اساس قياده هذا البلد من افضل ما يكون، ولكن للاسف جدا تمت على الطريق. تفضل يا سيدي. استاذ جان، يعني العمل يعني قلنا لو تعرف المشاهدين متابعينا بلمحه عن سوريا التاريخيه، كيف تكونت، شو من هم مكوناتها وجغرافيتها وعوامل اخرى، هل تشكل ذلك حوافز للتدخلات الدوليه؟ تفضل. موقع سوريا الاستراتيجي على البحر المتوسط، ما بعرف اذا تسمعوني. واضح. تفضل. ايوه، طريق من الطرق الحرير اللي كانت بالماضي بالقديم تاخذ من شرق اسيا الى باتجاه اوروبا، باتجاه البحر، كانت تنتهي في سوريا. سوريا من يومها كانت هي بلد الشعوب، هي أمة الشعوب، لانه كل هالشعوب المتواجده في تقريبا باسيا لهم مندوب موجودين في سوريا. لذلك ما فيك تقول بالتحاضر انه سوريا هي دوله عربيه او دوله كرديه او دوله سريانيه. كل هذه الشعوب هي متواجده بهذا الارض السوريه. سوريا تكونت منذ التاريخ، مذكوره في كل الكتب العامه مدرسه بالتاريخ العالم. لذلك بالنسبه لنا نحن كموقع سوريا، هو هذا اللي خلى اطماع الاستعمار انه اي مستعمر كان قديما وتحضر كان جديد، هذول يفضلوا انه تكون لهم موقع قدم في هذه المنطقه. سوريا ليست هي فقط سوريا اليوم، سوريا هي المركز الاساسي لهذا التاريخ ولهذه المنطقه باكملها. تفضل يا سيدي. اذا كما تتفق مع الاستاذ مصطفى جمعه بان سوريا ليست ولن تكون عربيه، وانما لكل مكوناتها، ولكن اصبحت الان في ظل تحديدا منذ 10 سنوات، منذ ما بدأ ما يسمى بالثوره السوريه وتحولها الى مأساة والكارثه السوريه. يعني سوريا تحولت الى حلبة للصراع الدولي عليها. لماذا؟ اولا المتدخلين في سوريا كل منهم عندهم اجنده. ايران عندها اجنده ان يكون لها طريق بري من قبل ايران الى باتجاه البحر المتوسط. روسيا عندها اجندتها ان يكون لها موقع قدم على البحر الدافئ اللي هو المتوسط. تركيا عندها اجنده بانه تبقى الحدود مفتوحه لها بالدخول لحمايه الخليج كما هي تدعي. إلا كان بالسبعينات، من يتذكر بالسبعينات كانت ايران هي المحميه لمنطقه الخليج باكملها. اليوم تريد تركيا ان تكون هي البديل وتقدم لها نفسها لاوروبا انه هي البديل عن ايران، وهي قادره على حمايه هذه المنطقه باكملها، وهي لها ارتباطاتها الدينيه في هذه المنطقه، قادره على اساس انه يتعاطفوا معها. ويعني يعتبر حاله بديل عن العثمانيين، يعني انها امتداد للعثمانيين والخلافه العثمانيه. طبعا الافكار هذه اول اجنده بانه لها موقع قدم بالخليج. الشيء الثاني والتحاضر هي اعاده الاحلام القديمه اللي كان العثمانيين يقوموها. هدول العثمانيين الجدد اللي هلا هن مسيطرين على تركيا يريدون ان تكون بالنسبه لهم سوريا موقع عبور باتجاه الخليج، بما انه اذا كانت الوطنيين هن المتواجدين بالحكم لا يمكن يكون، او اذا كانوا النظام اللي هو كان من
واخيرا ابتعدوا عن بعضهم، دليل على اساس انه هذول ما بدهم اي شيء يعني باي شكل من الاشكال انه تبقى اي مجموعه محافظه في هذا الوطن السوري او مجموعه تتسلق لحكم الوطن السوري في بحمايه السوريين، بحمايه الارض السوريه، وتمنع التدخلات الخارجيه. بس حتى ارجع للموضوع بتحدث على اساس انه الاجنده خبرتك عليها بالنسبه للاتراك للروس وبالنسبه للايرانيين. في عندك الشيء المهم والتحاضر كمان بالنسبه للامريكان وبالنسبه كمان للروس. وخاصة أنت مقيم في أوروبا منذ أكثر من نصف قرن والآن تحمل الجنسية الألمانية. رؤيتك للموقف الأوروبي والدولي السلبي يعني تجاه المأساة السورية، أكثر من 1,000,000 شهيد وهذه الإرهاب اللي عم بتصير، يعني الشهداء أقصد من الوطني وليس اللي كانوا من هالكتائب التكفيرية الإرهابية. يعني للاسف جدا انه هالضحايا راحوا كله من اجل لا شيء. النتيجه ان اليوم النظام هو قوي ومتواجد في مكان وجوده. اللي فشل هو عدم التفاهم ما بين المعارضه، عند المعارضه اللي هي موجوده في اسطنبول مع العثمانيين الجدد المسيطره عليها. هذا الشيء اللي خلى افشل الاتجاه اللي اتجهوا فيه بخصوص انه ابعاد النظام واعاده الحريه لسوريا وتعميم المساواه ما بين الشعب السوري. هذا الشيء للاسف جدا اللي قايمين على المعارضه والمتواجدين في تركيا هم هذول يتحملوا سبب هذه النتائج اللي صارت منه. طبعا ما بقول لك لا وتحضر النظام هو اجرم في حق الشعب السوري، هذا الشيء صحيح، بس كان مفروض وتحضر احنا نعرف انه روسيا هي بدها ضمانات على اساس انه اذا صار في تغيير بسوريا كان رح يصير بخصوص اتفاق مع الروس من نفسهم. لذلك انا بشوف انه بيتحمل المعارضه الموجوده في تركيا تتحمل مسؤوليه كبرى على اساس الفشل اللي هلا تسبب فيه، وتحولت المشكله بسوريا من مشكله مطالبه الحريه الى مشكله اعاده التسكين ومساعدات خيريه ومساعدات انسانيه بالنسبه للشعب السوري. اليوم المبالغ اللي تقدم لازم تقدم عن طريق النظام السوري وعن طريق الخزانه السوريه. النظام يحتفظ ببعض المبالغ على اساس يضمن انه وجود عمله صعبه في خزينته، مقابل انه اعطاء قسم معين كمان للشعب السوري. اما المناطق الاخرى اللي هي موجوده خارج نطاق حكمه عم تبقى حتى خارج المساعدات وعايشين اغلبيتهم بالخيم. الاوروبيين اليوم وصلوا لقناعه على اساس انه لا يمكن حل الموضوع عسكريا، هذا الشيء منتهي منه. الشيء الوحيد اللي عن طريق المفاوضات، وفي عندنا نحن 2 5 4 هو الوحيد اللي قادر على اساس انه ضم من جهه ثانيه انه تصير اتفاقات ما بين المعارضه وما بين سير النظام. استاذ جان، هذا الشيء مش شاطرين بهذا الاتجاه. استاذ جان، هناك من يعزو التدخل التركي للاحتلال تحديدا مناطق كرديه في اقليم كردستان سوريا بانه منع وصول الكرد الى البحر عبر عفرين، بداوا بعفرين، والخوف من اقليم كاقليم شمال العراق، يعني اقليم كردستان العراق كاعادته في سوريا. هل ذلك صحيحا برايك؟ طبعا تركيا عندها مصلحه انه ما تتقوى القوى الكرديه في سوريا، كانت ولا كانت في تركيا. اليوم تدخل تركيا في اخواننا الاكراد الموجودين بسوريا هو تدخل سافر، لا لهم اي خص في هذا التدخل. وجودهم على ارضهم التاريخيه في الحدود السوريه التركيه، هذه المناطق هي مناطق كرديه، هن ابعادهم عن هذه المنطقه، تغيير ديموغرافي هذه المنطقه هي تعتبر نوع من انه جريمه بحق الانسانيه وجريمه بحق اخواننا الاكراد في هذه المنطقه. لذلك انه كل هذه الاخبار، كل هذه المواضيع اللي عم تتم باسم او من الاتراك نفسهم اللي عم يقوموا فيها، هذه موجوده على طاوله الاوروبيين وتناقش في اعلى المستويات. تمام. سنعود الى استاذ مصطفى جمعه. استاذ مصطفى جمعه، اذا كان لديك اضافه او تعقيب على كلام الاستاذ جان عنتر. وايضا هناك سؤال من الاستاذ مصدق عاشور يسال: لماذا تنازلتم انتم كالمجلس الوطني الكردي للاخوان المسلمين بالائتلاف؟ يقصد يعني استاذ مصدق عاشور كان ضيفنا ونوجه له كل التحيات. تفضل استاذ مصطفى.
وجود المجلس الوطني في الائتلاف يعني من سنة 2000 المعارضة السورية كان لها وجه وطني ديمقراطي. الآن ربما أكثر شيء يعني ليس على الائتلاف فقط، على معظم القوى السورية، يعني كل المجموعات المذهبية اللي إيران أدخلتها يعني كل يعني المجموعات المسلحة الآن حتى اللي في عفرين لها توجه إسلامي متطرف. الصوت مو واضح أستاذ مصطفى. يعني بحالة سياسية ولا زالت الجهة السياسية لا زالت عند المجتمع الدولي اللي بتمثل المعارضة، ولذلك يعني وجود المجلس فيها لهذا السبب. لو الصوت مو واضح أستاذ مصطفى، سنعود إليك أستاذ جان. يعني برأيك آفاق الحل يعني ليش هيك؟ الآن ضبط شوي، بس سنعود إليك أستاذ مصطفى. أستاذ جان، آفاق الحل للأزمة والمأساة السورية، رغم أنه هذا كان سؤالي ما قبل الأخير، ولكن لضعف النت عندكم وفي إشكاليات فنية كثيرة سنحاول نختصر من هذه الحلقة. يعني أستاذ جان، آفاق الحل، وأنت في أوروبا ولك علاقات طبعا بالأوروبي، وأنت يعني ساهمت بعدة اجتماعات تنسيقية وتكوينية للمعارضة السورية بالخارج. برأيك يعني ما في آفاق حل أستاذ جان للمسألة السورية تلوح في الأفق القريب؟ صوتي مسموع الآن ولا؟ واضح، تفضل. واضح جدا. اوكي، اذا اسمح لي قبل ما اجاوبك على الجواب على هذا السؤال اجاوب الاخ مصطفى. بالنسبه على اساس وجودهم في اسطنبول المعارضه السوريه، جعل من الاتراك انه تفضيل مجموعه معينه تفضيل مجموعه معينه على المجموعات الاخرى، واعطائها نوع من الصلاحيات اللي هي غير موجوده مع الاخرين. بكل جديه، للاسف جدا الامور واضحه. تفضل. قطع الصوت. واضح. اوكي. للاسف جدا انه الاتراك مسيطرين، وهن مسيطرين على القرار في هذه المجموعات المتواجده عندهم، وهن غير حرين في اتجاه كيفيه تحرير سوريا. هذول المجموعات الارهابيه المتواجده على الحدود ما بين تركيا وسوريا، هذه مجموعات دخلوا كلها عن طريق تركيا، ما دخلوا عن طريق الجو، ولا دخلوا عن طريق العراق من المناطق الكرديه، دخلوا اغلبيتهم من تركيا في هذه المناطق القريبه من ادلب ومن هذيك الاماكن. لذلك بالنسبه لنا بشوف انه اولا اذا حسب الاتفاق اللي تم بين تركيا وما بين روسيا على اساس تجريد هذه المجموعات من الاسلحه المتوسطه والخفيفه، على اساس انه ادخالهم لاحقا في الجيش السوري اللي راح يكون لاحقا. اما بالنسبه لكيفيه حل المشكله بسوريا، في عندنا هناك اولا الاعتراف بان الوطن السوري هو لجميع ابنائه، لكل الشعوب المتواجده عليها متساويه. مين بيعترف؟ مين قصدك يعترف استاذ جان؟ مين يعني المعارضه المتواجده في اي معارضه استاذ جان؟ ألف معارضه عنا، ألف معارضه. اي معارضه؟ ما هن المجموعه المسيطره على الاخرين.
هن قادرين والتحاضر انه يقودوا هذه المجموعات بينها وما بين المجموعات الاخرى. أستاذ جان، أليس المعارضات سبب ديمومة بشار الأسد؟ يعني لا، المجتمع الدولي لم يجد بديلا لبشار الأسد لحد الآن، وخاصة في حماية إسرائيل. يعني خلينا نكون واقعيين، بدهم سلطة قوية تحمي حتى إسرائيل يعني، وليس اتفق معك انا تماما على اساس انه المجتمع الدولي ما عنده ثقه بهذه المجموعات المتواجده في اسطنبول، وهذا سبب من الاسباب انه تاخر هذا الحل، وهذا سبب من الاسباب والتحضر على اساس انه ما قدروا انه يشوفوا بديل لغايه الان. اليوم عم يبداوا في تكوين مجلس عسكري قادر على اساس انه حتى ما يتفشكل الجيش السوري المتبقي عند النظام اللي هو بقياده خاينه، ولكن الجيش السوري باغلبه هو ابنائنا واخواننا. لذلك بالنسبه لنا اللي متواجدين هن مع القاده المتواجدين مع النظام بامكان ابعادهم، والبديل بالنسبه لهم مثل ما وضع نفسه وتحضر الاخ مناف اطلاس على اساس يكون هو مجموعه عسكريه حافظه على الجيش ويحافظ على القوه العسكريه اللي قادره حتى ما يصير نفس المصير اللي صار في العراق. وهذا شيء مهم جدا جدا، وهذا الشيء متفقين عليه كمان. ومن الناحيه السياسيه في عندنا هناك كثيرين، بس انا اسال اليوم عن هؤلاء الذين بدوا معنا بالبدايه بالحراك المعارضي، واليوم اين هم؟ كمثال برهان غليون، هذا واحد من المجموعات اللي اين الان؟ كلهم غائبين، من غيبهم؟ غيبتهم القوه هذه المسيطره عليهم. يعني لكونك ذكرت برهان غليون، وكثيرين كنا نعقد الآمال عليهم بأنهم وطنيون، أنهم نزهاء، ولكنه هو من أحد الموقعين مع 700 شخصية ضد الحوار الكردي. فكيف بدنا نعتبر هؤلاء؟ كيف بدي أثق ببرهان غليون وغيره وأمثاله؟ إذا كان أنا ما بقول لك لا بالتحاضر هن عندهم أخطائهم، بس أنا قصدي بالتحاضر أنه كانوا بالبداية متواجدين. أينهم الآن؟ هذا هو السؤال المطروح. صحيح أنه في عندك إذا كان هناك مانعين كلهم رح يرجعوا للعقلانية، إذا كان أنه الحل لا يبد منه أنه يكون في هناك حديث ما بين كردي او في نقاشات ما بين كرديه. ما بيحق لهم التحاضر هن انه والله بيعترضوا على الشريعه اساسيه بالوطن السوري بهذه الامه السوريه، وبيحق لهم التحاضر انه يبدوا عن ارائهم الخاصه. عندهم هن بدايتهم بدهم الحريه، اذا بدهم الحكم الذاتي، لابد منه التحاضر الاستجابه لهذا. وافضل شيء بالنسبه لسوريا هو حل فدرالي على اساس انه بقائها، ولا الحل المركزي اللي المتواجد اليوم. كفايه والتحاضر الاهمال، وكفايه يعني عدم تناسق ما بين توزيع خيرات البلد على المناطق اللي بسوريا باكملها. استاذ مصطفى، تماما. استاذ مصطفى جماعه، هل سمعت السؤال او تعقيب استاذ جان حول وجودكم بالائتلاف ودوركم، ولماذا أقصيتم قوى كردية أخرى؟ ما بعرف إذا كان يقصد بسلطة الإدارة الذاتية، ما بعرف يعني. نعم يقصد ذلك. لماذا أنتم لوحدكم يعني، وهناك عدة قوى كردية غير موجودة بالائتلاف؟ لماذا؟ يعني أنا ما سمعت حكي الأستاذ جان أبدا. هو سألك سؤال لماذا أقصيتم قوى كردية أخرى كسلطة الإدارة الذاتية من وجودها في الائتلاف؟ يعني الميس الوطن. تفضل. هذه الحلقة ما بعرف. أستاذ مصطفى يبدو النت ضعيف جدا عندك. لم نسمعك لم نسمعك. والله ما بعرف. تفضل، هلا خلق اجى الصوت. تفضل، ولو صوتا يعني، ولو صوتا نسمعك. ما والله ما تفضل. بعرف. يعني هو يحكي، هو سألك لماذا طبعا غادرنا استاذ مصطفى جمعة. يبدو النت ضعيف جدا عنده استاذ جان.
يعني هذه الحلقة كان فيها أخطاء تقنية، مشاكل تقنية بحرة عندك وعنده معا. أستاذ جان، تحياتي. على كل حال يا سيدي، الحل بيتم بالنقاش مع بعضنا بدون ضغوطات خارجية، بدون أي دول. صحيح أنه نحن المفروض لنا بسوريا أعطاء ضمانات بالنسبة للروس، على أساس إذا تغير الحكم ما راح يكون نحن ننقذ كل هالاتفاقات اللي تم بينه وبينهم. يعني ما راح نستبدلهم بالامريكان او نستبدلهم بالفرنسيين او نستبدلهم باي أمل. عندهم حقوق بالمنطقه، لهم استراتيجيه خاصه في هذه المنطقه يجب ان نراعيها، وهذا الشيء بالنسبه لنا واضح. هذا ما هي كل الدول عم تعملها، السعوديه نفسها واضح عم تعملها، بالخليج متواجده، الامريكان متواجدين بكل مكان. لذلك بالنسبه يعني انا بشوف انه لازم يكون نقاش ما بين بعضنا نحن على اساس الرؤيه واضحه بالنسبه للمستقبل السوري، بس اهم ما يكون حاضر الحقوق الكامله لجميع الشعوب المتواجده على الارض الامه السوريه. أستاذ جان، هنا قد يسألك عفوا هنا قد يسألك أحد المواطنين البسطاء السوريين، إذا أنتم المعارضة مش متفقين بما تقول أنتم، حتى كمسيحيين يعني سوريان أثوريين كلدان كما الكرد، هناك 1000 حزب، عندكم 2000 حزب، وأنتم يعني حركة الآسورية، الحركة السريانية، أنتم ماكم متفقين بين بعضكم على حقوقكم. فكيف بدكم تبنون هذا الوطن وتعطوا ضمانات للقوى الدوليه يعني تساعدكم؟ سيد سليمان، صحيح انت معك حق بتلاحظ بهالناحيه. الموجودين هن باسطنبول، مثل ما بديت بكلامي ببدايه الحديث، انه ذكرت انه المجموعه اللي متواجده في اسطنبول مؤتمره من قبل الاتراك، وهي اللي بتقرر مين هن متواجدين بالداخل، ومين هن اللي بيقوموا بمفعول المعارضه، ومين هن ما بيحق لهم. اللي سمحوا لهم هن المجموعه الكبيره المقربه منهم. الاخرين هن مكملين، مع كل احترامي لهم، مع كل احترامي لاخواننا الاكراد انه هن هدول مكملين على اساس انه عم تتنوع المعارضه، متنوعه مثل ما هي متواجده عندهم. اما هدول ما عندهم ما عندهم يعني اي مفعول، للاسف جدا ما عندهم اي مفعول الا هن مكملين العدد. لذلك هي اعاد استاذ جان، اعاد مصطفى جمعه ويسمعنا الان. يا ريت لو توضح تعليقك او سؤالك له، انه لماذا اقصى الاخرين كنت تقصد يعني؟ تفضل. يعني نحن معروف يا سيد مصطفى واضح انه الاتراك مسيطرين على الاخوان المسلمين، وبس هذا الشيء ما هو المهم بالنسبه لنا نحن كسريان وانتم كاخوان اكراد. الاكراد لماذا لا يتم الحديث ما بينكم وما بين القوى المعارضه الاخرى المتواجده على الارض القادره بالتغيير؟ لماذا لا؟ هذا سؤالي بالنسبه لكم يا سيدي. بالنسبه لنا عندنا نحن السريان متواجده، الاختلافات تمام. متواجده بكل الفئات، بس سؤالي لكم يا سيدي. نعم، يعني القوى المعارضة الأخرى الموجودة على الأرض أو المسيطرة، يعني ما في الداخل قوى معارضة، ما في هاي القوى الإسلامية كالنصرة وغيرها، وهي أيضا تحت يعني إشراف تركيا. نحن ما بنشوف يعني من المناسب، يعني نحن كجهة يعني نعتبر أنفسنا ديمقراطيين علمانيين، ما لنا علاقة في جبهة النصرة والآخرين واللي هن موصوفين دوليا ك يعني جهة إرهابية. أستاذ مصطفى، أنا قصدي الكردي النقاش يقصد قصدك تمام، فهم قصدك بيادا. إذا قصدك بيادا مو نحن مانعين انه يذهبوا للائتلاف، ما لنا علاقه في هذا الموضوع. هن كانوا في تركيا، يعني اجوا وقت اللي رحنا يعني نقدم مذكره للائتلاف، رحنا وفد وقتها بنفس المسلم ايضا موجود في اسطنبول، فكان جاي يعني هو ايضا يعرف حاله كطرف اخر، يعني ينقبل في الائتلاف او علاقات مع تركيا، بس كان موجود في اللحظه اللي نحن كنا موجودين هناك.
نحن قدمنا مذكرة على أساسها نحن موجودين في الائتلاف، بس يعني موضوع انه ليش بيدا او هاي المجموعه المسيطره الان يعني في كردستان سوريا كامر واقع موجودين على الارض، هذا عائد لهم، هن يعني غير مقبولين عن في شروط الائتلاف بسبب علاقاتهم مع النظام، علاقاتهم يعني الائتلاف بيعتبروهن لهم علاقات غير مناسبه، ما بيستدعي او ما يعني بيمهد لوجودهم داخل الائتلاف. فهذا عائد له، نحن ما لنا علاقه ولا نحن منعنا ولا شيء. لكن بشكل عام بالنسبه للوضع السوري يعني هو هذا الدولي، انا برايي يعني سوريا حتى الآن لم تتهيأ أرضية حل سياسي للوضع السوري، أولا بسبب رفض النظام لأي حلول أو لأي تنازل من أجل يعني أن يعني يخدم المجتمع الدولي أو الأطراف المعنية في الوضع السوري يعني يستندوا على أرضية حل. هاي الأرضية بالنسبة للنظام غير متوفر، غير موجود المجال. هذا جانب. الجانب الآخر يعني قوى المعارضة مشتتة الآن، يعني في الائتلاف الرسمية المعتبرة دوليا انه هذا الائتلاف هو يعني بشكل عام هو الطرف يعني المشكلة يعني الآخر. لكن هناك معارضات أخرى، منصة القاهرة، منصة موسكو، الآن جبهة الحرية اللي نشأت من 3 أشهر في منطقة الجزيرة. هناك يعني الوجود التركي، الوجود الروسي، الوجود الإيراني، يعني مطامع وأجندات وتدخلات من هب ودب في سوريا يعني لا يسمح لحد الآن بوجود أرضية مناسبة لحل سياسي. الآن يعني المجتمع الدولي يعني الأخ جان بيعرف أنا عندي تحليلي الخاص، يعني أكثر من مرة أنا قائل المجتمع الأوروبي أو الدول الأوروبية أو الاتحاد الأوروبي، يعني الأوروبيين بشكل عام لا يفعلون شيء إلا إذا يعني الأمريكان قبلوا، يعني بالتراضي بالتقابل يعني ممكن ينضموا لموقف أمريكي إذا كان هناك موقف لحل بسوريا، فالاتحاد الأوروبي بيكون عامل مساعد ومؤيد بيمشي بهذا الاتجاه. غير هيك ذاتيا ما عنده يعني دول انتهازية مرتبطة بمصالحها الخاصة، ما عندها مصلحة تيجي تتدخل وتعمل حل للوضع السوري. الآن يعني الوضع متوقف، أنا برأيي يعني الوضع السوري باقي معلق الآن كحل سياسي أو ك يعني تعامل سياسي مع الأزمة السورية، كله يعني معلق الآن، ما في أي بادرة أي إمكانية تدخل لصالح يعني أنه يصير في حل عام للوضع السوري. ف يعني حتى إذا تم البحث في هاي الأمور يعني ممكن واحد يقبل يعني بعد كل هالسنين، بعد 10 سنوات دمار وخراب ونصف الشعب السوري مهجر، ممكن يعني حدا يقبل مرة أخرى أنه الدولة تعود كما كانت، يعني إعادة إنتاج النظام من جديد يعني بوجه آخر نفس النظام؟ هذا غير مقبول. وجود بشار الأسد وهي يعني حزب البعث في الحكم، كل هالمسائل غير مقبولة، ولذلك إمكانية حلول ما في. روسيا كل همها أنه تحافظ على النظام وتسانده من أجل يعني بقائه. هناك يعني أنا برأيي هناك نوع من الغزل أو من يعني المصلحة المشتركة روسية إسرائيلية في بقاء نظام بشار الأسد. حتى
أمريكية إسرائيلية أيضا أنه هذا النظام أفضل ما يجي معارضة إسلامية تسبب مشكلة فعلا يعني في علاقة طبعا مع إسرائيل. أستاذ مصطفى جد له علاقة. أستاذ جان لريثما نسمع صوت أستاذ مصطفى. سنسألك سؤالنا الأخير. تماما. لدي يعني كان أسئلة كثيرة وباقي من الوقت شيء نصف ساعة، ولكن لضعف النت عندنا حتى بالكنترول هناك في مشكلة، حتى في طبعا عندكم بالنت في مشكلة. هذه الحلقة ما بعرف يعني نعتذر من كل مشاهدينا، ولكن سؤالي الأخير نختم بالسؤال الأخير، يعني أنه سوريا إلى أين؟ آفاق الحل. يعني أستاذ مصطفى متشائم أنه ليس هناك بوادر للحل القريب. هل توافقه الرأي؟ آسف جدا وضح أنه أنا لا أشاطر هذا الرفض المطروح. أصلا في أمامنا يعني فرصة كويسة إنه قادرين نحن نتفق مع الروس، نعطيهم ضمانات، وكان هذا المفروض من بداية الحراك يعطى إليه، لم نقم فيها. هذا خلق. الشيء الثاني بتحضر على أساس الأمريكان بتحضر بهمهم إنه هالمجموعات الإرهابية المتواجدة كانت بالبادية السورية ولا كانت الحدود التركية، هذه أن يقضى عليها بأي شكل من الأشكال، وبعدها انسحاب. اليوم هي تقريبا انسحاب قبل أي وقت ثاني. الشيء الثالث الأوروبيين بدهم هناك تكون هذه المجزرة اللي في تصير بسوريا، هذه المذبحة اللا إنسانية اللي عم يقوم فيها النظام بسوريا، يحبوا أنه يعطوا نهاية لها. كيفية النهاية؟ نحن كوطنيين سوريين مدافعين عن بلادنا، عن وطننا وعلى شعوبنا، نطلب من الأوروبيين على أساس أنه عن طريق المساعدات وعن طريق الاتفاقات ما بين الأوروبيين وما بيننا مع الروس بمساعدة الأتراك والإيرانيين نلاقي حل بأقرب فرصة ممكنة. إذا كانت الإرادة موجودة بإمكاننا نحن نلاقي الحل، أما إذا كانت الإرادة غير موجودة فلا لابد أنه تأخذ الوقت. 10 سنوات كاملة، ضحايا تقريبا أكثر من نصف مليون، التدمير بالنسبة للبنية التحتية بسوريا إلى غاية خسائر بتقريبا 200 مليار. هذا الشيء مين راح يعوضه؟ ما راح يعوضه، انتهى. عدم الثقة بهذه المعارضة الموجودة بإسطنبول، مع كل احترامي للسيد مصطفى، هذه المعارضة هي اللي تسببت في عدم الثقة فيهم، وهي اللي تسببت في التأخر هذا كله كامل. تفضل يا سيدي. إذا باختصار يعني أستاذ جان، باختصار، هل يعني ترى أنه آفاق الحل قريبة أن مثلا نقول خلال عام، عامين، 3 مثلا؟ الاتجاه بهذا الشيء. بالواتساب يسألوني كثيرا أنه نحن ملينا، يعني كفانا دما، كفانا ألما. اليوم توقف سفك الدماء في كثير من المناطق السورية. المنطقة الوحيدة اللي باقي هم هذوك المجموعات الإرهابية اللي دخلوا عن طريق تركيا ومتواجدين في إدلب وحواليهم. هدول لو حطوا لهم خط إنه غير قادرين على أساس استخدام أسلحتهم وعدم تدخلهم في المناطق مثل أمثال أو عفرين وغيرها من هذه المناطق، إذا كانوا هن كفوا على إيديهم، معناها بإمكاننا وضحها على أساس إنه هذه المذابح تنتهي. الشيء الثاني وضحها عن اليوم الاتفاق اللي صار في المجلس الأوروبي على أساس كيفية إعادة البناء، إعطاء يعني فرصة لإعادة البناء، هو نوع من الاتجاه الصحيح. كم تأخذ الوقت يبقى حسب الأشخاص المتواجدين في هذه النقاشات اللي عم تتم، وليست أنه خارجها. لذلك أنا لا يمكن أن أنا أقول وأتحضر أنه خلال 6 أشهر أو خلال سنة أو سنتين. التقييم هذا إذا قلت هذا الكلام معناها أنا أكذب بهذا الشيء، وأنا لا أريد أن أكذب وأتحضر. إنما أنا كل أمل أنه السوريين اللي هم أبناء الأمة السورية قادرين على الاتفاق فيما بينهم لإعادة بناء هذا الوطن. يعني سوريا ستبقى بحدودها الجغرافية الراهنة، يعني إذا يعني ولا ستكون هناك تقسيم، يعني إذا استحالت، إذا تم، يعني إذا لم يتوافقوا قوى المعارضة، يعني المعارضات السورية إذا لم تتوافق فيما بينها، هل سنكون أمام تقسيم؟ أنا أختصرها في زوج وزوجته إذا كانوا غير متفقين على بعضهم. إذا كانت هناك موجود مجموعات أو شعوب مضطهدة داخل الوطن السوري على أرضها التاريخية، وهي مضطهدة،
فبامكانها طلب طلاق من الزوج اذا كان الوطن لم ياخذ بعين الاعتبار بالنسبه انه هذا هن ابناء الوطن وهن عندهم حقوق كامله مثلهم متوازيه مع الاخرين. لذلك بالنسبه لنا على اساس انه الطلاق افضل من انه البقاء، بس نحن بتمنياتنا انه البقاء معا ضمن وطن جغرافي كما هو عليه اليوم افضل بالنسبه لكل شعوب المنطقه. وسوريا كانت دائما شعوب. اليوم الكلمه العربيه مثل ما تفضل الاستاذ مصطفى، الكلمه العربيه هي هذا الشيء كلام مبالغ فيه. ممكن انت تخبر انت على ارجنتين تقول الدوله الاسبانيه الارجنتينيه، او بالنسبه للبرازيل الدوله البرازيليه البرتغاليه البرازيليه. لذلك ما يمكن ان تقول هذا الانتماء اللي كثيرين من اخواننا يعني مأساتنا يعني سببها الكلمة العربية اللي وضعوها. طبعا هذا الشيء لأن عندك أنت، نحن في سوريا لو أنت تعمل فعلا استفتاء صحيح راح تحصل أن غير العرب أكثر من العرب المتواجدين. وأغلب المشكلة أنه في كثيرين من إخواننا اللي يقول عن نفسهم أنهم عرب رغم أنهم سوريين أصالة، جذورهم غير عربية، بس بأنه انتمائهم لدين معين. هذا الدين والتحضر هو انتماء عاطفي، يعني حتى هناك سريان مسلمين، هناك سريان مسلمين استاذ جان بدون اي شك. طبعا في سريان مسلمين وفي سريان مسيحيين وفي سريان كما حتى يهود. تمام. لذلك بالنسبه ان اعاده بناء هذا الوطن باسم الجمهوريه السوريه يشمل شعوب كل المتواجده على ارضه وكل شعب. اذا لماذا يطالب فئه من شعبنا السوري بالابتعاد عنا؟ لماذا؟ لانه لم يعطى له الحق كامل للبقاء على ارضه ولم يعطى عليه حقوق كامله كمواطن. لما تعطيهم بحقوقه كامله هذا ما راح يطالب منك وتحضر بالنسبه ينفصل عنك باي شكل من الاشكال. استاذ مصطفى، الكلمه الاخيره لك. يعني كما قال استاذ جان، اذا لم تتفق المعارضات، هل نحن على انفصال امام طلاق اي تقسيم سوريا ام ماذا؟ تفضل استاذ مصطفى. تفضل استاذ مصطفى. يعني احترامي للاستاذ جان، هو نوع من التفاؤل. شو البرنامج هذا؟ الو، عم بسمعكم اثنيناتكم. تفضل. الو، تفضل. عم نسمعك سيد مصطفى. يلا. يعني التفاؤل يعني من الصفات الحميدة عند أي إنسان يعني متفائل في حل عام يعني في يوم ما حيصير لسوريا. لكن أنا بقرأ الإشارات السياسية. كنت 2015 اللجنة الدستوري بالبداية دي مستورة والآن يحققوا ولو خطوة أولية في موضوع الدستور. هذا واحد. اثنين، يعني توافقات دولية حول الحكم. هي بتحكم يعني بسوريا بشكل عام وتحضر انتخابات، وبعدين يعني تتركز الدولة على هذا الأساس. هذا كمان ما في. الآن عم بينحكى ما في تفاهم أمريكي روسي حول مستقبل سوريا. استاذ مصطفى، الصوت غير واضح نهائيا. نعتذر منك استاذ مصطفى. استاذ ما بعرف سليمان، بعتقد انا ثقتي بالانسان السوري، انا ثقتي بالمواطن السوري قادر على اعاده اللحم من جديد. انا واثق تماما.
أستاذ مصطفى كلمة أخيرة باختصار، الصوت تعبان جدا. يعني تمنياتي حقيقة أنه الوضع السوري يسير باتجاه حل سياسي عام، وكل مكونات الشعب ولمستقبل سوريا كدولة ديمقراطية. أشكرك جدا أستاذ مصطفى، مع اعتذار لك ولأستاذ جان، رغم أنه كان النت من عندكم ومن عندنا في إشكالية يبدو بالكنترول، ما بعرف يعني. لابد أن نشكركم ونعتذر من مشاهدينا أنه ما حسنا نقدم حلقة مميزة للضعف للأخطاء والمشاكل التقنية. نعدكم بالحلقات القادمة أن لا يتكرر ذلك. كل الشكر لك أستاذ جان عنتر، المنسق العام للحركة السريانية في سوريا، للأستاذ مصطفى جمعة القيادي وعضو المكتب السياسي بالحزب الديمقراطي الكردستاني فدكسة، شكرا لتواجدكم معنا. كل الشكر باسمكم. نشكر الكنترول، الأستاذ عبد جماعة الكنترول اللي كانوا من وراء الستار، الأستاذ عبد الباقي الحسيني والأستاذ يسرى زبير إسماعيل. كل الشكر لكم مساعدين، انتظرونا في الحلقة الجديدة يوم الخميس القادم، وإلى ذلك الوقت دمتم جميعا بأمان الله.